بالنسبه للناس اللي عربيتهم بتبطل على المطب، بالنسبه للناس اللي العربيه بتعلى وتوطى، بالنسبه للناس العربيه اللي بتيجي تعلى تطلع عمال توطى. بصوا يا اخواتي، انا كذا مره قلت لك ايه، تطويل على فلتر الزيت بيدمر الترومبه من كل حاجه، من كباسات، من وش. بص تعالى قرب. بص يا اخواتي، طبعا ده ايه اللي يحصل معاك بقى؟ هنا بتقل الجريده بتاعت الجاز، وفي نفس الوقت يحرق الكباسات زي ما انتم شايفين كده. قرب، شايف الكباس طالع عامل ازاي؟ شايف؟ كباس محروق اهو. بيتحرق من ايه؟ من كتر الشحم ده مش زيت مضروب. ده القرف ده كله مش زيت مضروب، القرف ده كله يا جماعه من تطويل الفلتر على غيار الزيت. الفلتر ده من جوه ورق مش انت لو جيت بعد ما تحل الفلتر كده على الزيت حله اقطعه وبص هتلاقي كله من جوه مهري زي كده. فانت لما بتطول على فلتر الزيت مره على مره الزيت بيتراكم فين؟ في الوش. تيجي انت تغير الزيت ما بينزلش من الترومبه. الزيت ما بينزلش من الترومبه، يفضل يتراكم معاك كده. تبص تلاقي العربيه بتيجي تزود تدوس تسيب تتسرع تبطل على المطب. ليه الجريده بتبقى تقيله؟ تمام، الجريده هنا بتبقى تقيله. فبنعمل بالله عليكم بقى يعني الفلتر كل غيار، فلتر الزيت كل غيار. المنظر ده كده هيغرمك كتير بعد كده. بصوا جاتوه بس جاتوه شوكولاته. دوق شوكولاته سودا. فربنا يستر عليكم. هنغسل ونقفل ونوريكم برضو ايه العربيه. طبعا سمعتوها بتغيب في الدواره ولازم نسند لها. فهنا بعد ما نخلص ونغسل ونجهز ونغير المجموعه دي، وبعدين انا بص تعالى قرب. بص الميزان بوش خلاص، الزيت كله الشحم. ما ده بص يا جدعان، ايه اللي بياكل الميزان ده؟ انت لو بصيت هنا عملت كده هتلاقي زي الصنفره. طبعا كل الضغط دوس وسيب بياكل فين؟ في الميزان. ان شاء الله انتظرونا بعد ما نخلص وانا اقول لكم ايه الدنيا في ايه.